السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ فاطمة حبيب. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله بقى هنعمل إيه؟ كشري الفول. كشري الفول من الأكلات القديمة الجميلة اللي إحنا اتربينا عليها بجد يعني، وعايزين أجيالنا تعرف الحاجات دي لأنها حاجات مفيدة جدا. بس إحنا طبعا إيه، هنطعمه ونطوره شوية كده يعني إيه، ون ونخلّي القيمة الغذائية يعني فيه عالية. معايا فول حراتي، فول أخضر، كشري الفول الأخضر مفصّصاه، ومعايا رُز، ومعايا فلفل أحمر، أخضر، أصفر، لو ما فيش يبقى فلفل بس، يبقى فلفل أخضر بس يعني، ومعايا طماطماية مبشورة، ومعايا بصلاية مقطّعاها، ومعايا جزراية مبشورة، ومعايا التوابل الأساسي الكمون و... وطبعا الملح حسب الرغبة و... ومعايا توابل البهارات السبعة وشوية سكر علشان الطماطمية، ونيجي بقى على البوتاجاز وذرة قرفة. نيجي بقى على البوتاجاز دلوقتي. حطينا الحلة على البوتاجاز، معلش ما قلتش في المقادير زيت، حطينا فيها 3 معالق زيت كده، وايه، وهنحط بقى ايه، هنضيف بسم الله الرحمن الرحيم البصلة. انا كل حاجة هحطها هشوحها بس، يعني مش عايزة حاجة ايه تلون، يا دوبك بس ايه تتشوح بس كده، ايه تدبل يعني بمعنى صح. ادي البصلة حطيناها، بسم الله الرحمن الرحيم. لما اللي سموا يا حبايب، طبعا كل اللي بيتابعني عارف ان لازم يا جماعة نسمي ونذكر الله كده في ايه، في اكلنا، علشان اكلنا يبقى حلو وايه، وربنا يجعل فيه البركة. حطينا كده البصلة. عايزة اقول لكم ونحط بقى ايه، الفلفل بعد البصلة. الفلفل برضو هشوحه بس كده، ماشي. نحط بقى ايه، الجزر، كل حاجة تتشوح. ادي الله كده على الالوانات الجميلة الحلوة دي. طبعا كل ما بتحطوا الوانات كتيرة في الاكل بتزود القيمة الغذائية، فاحنا عايزين اكلنا يبقى ايه، في غذاء لاولادنا، فاحنا بنحط الحاجات دي عشان ايه، نزود القيمة الغذائية. طبعا زمان كانوا ما فيش طبعا الحاجات دي، يعني ما كانش عندهم الامكانيات ان هم فلفل الوان وحاجات من دي، كان ابسطها الفلفل الاخضر بس يعني. خلاص كده هنحط بقى ايه، عايزه اقول لكم هحط ايه، الفول واشوحه برده كده معايا. عايزه اقول واحنا بنشتري الفول يا جماعه ما نجيبش الفوليه الكبيره اللي هي ايه، مستورده. دي الفوله البلدي، شايفينها، دي الفوله البلدي. اولا حبايتها، اولا بصوا حبايه قد ايه، دي البلدي اهو. ما نجيبش الفوله ايه الكبيره اللي هي المستورده، دي احلى بلدي، دي البلدي الحلوه بتاعتنا اهي. دي الفوله ايه البلدي. ادي كده ايه، واحنا بنشتري الفول لازم نجيب الفوله دي، بلاش الفوله التانيه الكبيره دي، لا. خلاص كده نحط التوابل بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم. الكمون اساسي، يعني ما عندكيش بهارات خالص، الكمون هو اساسي ايه، طبعا فول. عايزه اقول حاجه تانية، فص ثوم هيطعمها، فص واحد بس. خلاص كده انا بقى طماطميه مبشوره، هحط طماطميه. انا كده شوحت الفول معايا، ادي طماطميه مبشوره، واقلب برده كده. انا مش عايزه الطماطميه تتسبك، انا هضيف على طول الميه. طبعا الفول بياخد تسويه عن الرز،
فايه هحط الفول لما يكون داخل في السوا، هبتدي احط الرز ميه مغليه. طبعا مقدار الرز البلدي بتاعنا كل كوبايه بتاخد كوبايه، هنحط كوبايه وربع علشان لسه الفول هيستوي، ممكن نحط كوبايه ونص كمان. بس كده هنسيبه بقى ايه، هنسيب الفول يستوي ونغطي عليه، وبعد كده لما يخش في السوا هضيف الرز، وبعدين اجي دلوقتي بقى هنشوف الفول. انا سبته 5 دقايق، يعني بالظبط كده 5 دقايق اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كده خلاص كده على فكرة. بصوا انا عايزه اقول لكم ايه اهو، شايفين اهو كده خلاص. شايفين الفولايه خضرا جوه ازاي، لان ده الفول البلدي بتاعنا ده، طعمها كمان بيبقى جميل حلو قوي. نحط بقى الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. بس نقلب بقى كده وايه، واسيبه دقيقه واحده واوطي عليه النار، واجي لكم بقى على الشكل النهائي. خلاص هنا هغطي عليه وايه اسيبه بقى يستوي، واجي لكم على الشكل النهائي. وده الشكل النهائي للكشري الفول اخضر. قد ايه جميل بصراحه، يعني عايزه اقول لكم والله طعمه جميل جدا وخطير، والالوانات فيه. شايفين، شايفين المنظر، شايفين الرز والفول والجمال. طبعا بيتاكل جنبه بيض مسلوق، وممكن برضو بطاطس محمرة وبدنجان مخلل. وإن عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.